السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. أثار نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي حالة من الرعب داخل صفوف منتخب السامبا بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في لقاء صربيا في كأس العالم 2022 بقطر. وفازت البرازيل على صربيا بهدفين دون رد سجلهما المهاجم ريتشارليسون لتعتلي البرازيل صدارة المجموعة السابعة لمونديال كأس العالم. إصابة نيمار القوية في كأس العالم. وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي صربيا ليتم استبداله باللاعب انطوني. وأعلن طبيب المنتخب البرازيلي عن تعرض نيمار لالتواء بالكاحل سيخضع لفحوصات طبية وسيتم إجراء التقييم في 24 ساعة. وفار نيمار وهو يبكي على مقاعد البدلاء من شدة الإصابة وسط شكوك حول قدرته على استكمال المباريات المشاركة مع السامبا في المباريات المقبلة. كما ظهرت علامات التورم على قدم نيمار أثناء خروجه من الملعب قبل 3 أيام من مواجهة سويسرا في الجولة الثانية من البطولة. حقق منتخب البرازيل الفوز على منتخب صربيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.